السلام عليكم حبايبي الزينين، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم لاباس هانيين. نورتوا قناتكم حكايات. نصلوا ونسلموا على حبيبنا رسول الله ونبداو في قصتنا لنهار اليوم. تقول صاحبة الحكاية: راح نبدا لكم قصتي من وانا صغيرة الى يومنا هذا. انا ملكة من الغرب، سماوني على جدة، من مواليد عام 1982، يعني حاليا في عمري 43 سنة. انا الاولى والبكرة عندي يما وبابا، ونهار زدت فرحوا بيا بزاف، وعلى حسب ما حكاولي بابا ذبح كبش ودار عشان طحطح للعائله والاحباب. ما كناش مرفهين بصح كنا عايشين لاباس، ما عندناش وما خصناش، وكيما يقول المثل: خير من الناس وعار من الناس. بابا كان نجار يخدم مع صاحبه شركه، هو بالمحل وبابا بالصنعه، ويما كانت خياطه بصح ما تخدمش للناس، غير مع القراب تخيط لنا لينا العماتي خالاتي ولادهم. هذا ما كان. جده ما كانش تحب الداخل والخارج عليها. كنا ساكنين في الدار الكبيره، بنيان تاع فرنسا، ومعنا زوج عمومي عزاب، وعماتي كانوا 3، زوج متزوجين في ديورهم والصغيره باقيه ما تزوجتش. جده كانت واعره بزاف، قبيحه، كي تمشي في الدار تزلزلها بالدريز، الكلمه كلمتها والشوره شورتها. حتى جدي ما كانش يتنفس قدامها، تقول له موت يموت. اما ولادها ما يتحركوش بلا ما ياخذوا رايه، واللي تقول عليه نعاموا ما عليه. بابا عمره ما قالها كلمه لا. يما كانت مرا عاقله وتخاف منها، وكيما تقول لها ديروا بلا ما تناقش. في الصيف كانوا يديروا العوله تاع العام، طعام بركوكس محمصه، الفلفل الاحمر، يرقدوا الطوماطيش، يديروا المعاجن من كل نوع، العنب، اللنجاس، المشماش، الكرموس. كانوا يجوا خيات جدة ويتعاونوا في الفتيل، يقعدوا عندنا في الدار بال15 يوم، يفتلوا ذاك الطعام، يفوروه، يبسوه، ينشروه في وسط الدار، ويدوروا للبركوكس، ومن بعد المحامصة يالله يالله. ويما مع الشغل والتهمبير توجد لهم الفطور، العشاء، القهوة، وراكم تعرفوا التسياق، الماعن، شقة الدار كامل عليها. عمتي العزبة كانت صغيرة ذاك الوقت وما يتكلوش عليها. حتى النسيجو كانوا ينسجوا، بكري كانوا الحنابل والزرابة تاع الصوف. ها بنية، عام من بعد زادت يما رفدت بالحمل، وزيدت في شهرها السابع وجابت طفلة. بابا كان حب الطفل بصح هذاك اللي كان مكتوب رب العالمين. تنوى شوية من بعد جازو الحال، ودار السابع، ذبح الكبش، دار الوعدة، وخرج القصعة للجامع. في نفس العام تزوجوا عمومي في زوج، ودرنا عرس واحد 7 أيام و7 ليالي. بداو التوجاد شهر من قبل. كانوا بكري القاطو يندار في الدار، العرس في الدار، تتلم كامل الفاميليا ويخدموه، مش كيما درك يجي كل واجد ومبالي. على كل حال زاد الشقة بزاف على يما، سورتو من كانت مع التربية. أنا عاد كان عندي 3 سنين، واختي ما دارتش العام، ومن قوة التعب تحل ظهرها وهبطت كرشها واضطر قتلها. ومن ذاك الوقت وهي تدلك عند الدلاكات. كمل العرس وعمومي سكنوا معانا، كل واحد دا شومبرا، وقعدنا ناكلوا كامل مع بعض كيما كنا زمان، يتعاونوا في المصروف، وجدي ما كانش مخلي عليهم يخلص الماء تريسيتي. بصح راكم تعرفوا دار العيال والعرايس، كثروا المشاكل، المناقرات، المعاندة على الشغل، وتتحزم لهم جدة. دارت لهم الدالة، ستفتهم، حطت كل وحده في بلاصتها، وقالت لهم اللي ما عجبهاش الحال ها الباب تزيد فيه لدارهم. مره واحده من ساع مومي حبت تسيي زهرها، ما حبش تخدم دارتها، قالت لك انا ما عنده ما نوضني بكري، وما دارتش الفطور. ذاك النهار باتت في دارهم. جده قالت لعمي يديها ما ترجعهاش حتى تتربى. كانت ثقيله في شهرها الرابع، ما عاودش جابها عمي حتى زيدت، حتى رضات عليها جده، هي اللي جابتها. من ثم رجعت الطاعة التامة والشاملة في الدار. مرت عمي جابت الطفل، وموراها بشهر زيدت مرت عمي الأخرى وهي ثان جابت الطفل. والسبايب والحفلات والمناسبات ما خلاصوش من دارنا، وقوى الشقة على يما المغبونة. كانت اللي تولد تنفسها وتقوم بها، ولو كان غير جات في الشغل والخدمة كثروا عليها المعايرات. كيفاش نسالواسك جابوا الولاد وانتي لالا؟ بابا حبها تزيد باش تجيب له ولي العهد، بصح ربي ما عطاش. عيات يما من طبيب لطبيب، عيات عند الدلاكات ما كاش،
وبداو نساع مومي في السباق على الولاده. كل عام عندنا مزيود جديد، قبيله تاع دراري وكامل ذكوره. وهنا بدات المعاناه الحقيقيه تاع يما المسكينه. المعامله تاع بابا تبدلت بزاف معاها، ولا كل يوم يسبها على اتفه الامور غير باش يلقى الفرصه اللي يجبد لها على الموضوع ويعايرها قدام كامل نسلواسها. اذا ما لقاش حاجه مثلا حوايجو، ولا عيط لها وما سمعاتوش، ولا مثلا الماكله جات صامطه ولا مالحه عندها ما تسمع، امور تافهه ما تستاهلش، خلاص يعايرها عليها. هو يسبها سبه ينوض ليها ما يخلي لهاش، وتكمل مراه جده متعاونين على البر والتقوى. كنت تقريبا يوميا نشوفها تبكي، وكي نسقسيها تقول لي والو يا بنتي، غير شويه سطر في كرشي، مره تقول لي ظهري، مره راسي، مره ضرستي، المهم جامي ولا شكات لي منها. واصلا ما عندهاش لمن تشكي همها، وما عندهاش وين تفرغ قلبها. يماها ماتت وخلتها صغيره هي وزوج خياتها، على كل حال تزوجوا راهم في ديورهم. وباباها عاود الزواج ولاهي مع مرته وولادو صغار، وراكم تعرفوا مرت البابات الا من رحم ربي، ما عندهاش وين تحكني فهم ميمتي الحنانه. على بيها كانت تخدم في الجميع كي البونيشه في الدار، وفمها مزموم ما عندهاش الحق تريكلامي، واذا قالت اوف تشعل جدا كاسيطه تاع كل يوم. تخدمي وتسكتي، واذا ما عجبكش الحال ها الباب، ليه جايه تقعدي عندي فاكانسي؟ خصك هضره المقلوعه، طفل ما قدرتيش تجيبيه كيلاليتك تفو المنحوسه. حفظناها من قوة اللي نسمعوها كل يوم. مع بديت نكبر عاد فهمت علاه يما كانت تخدم الكرفي وتسكت، كانت خايفة بابا يطلقها وما عندهاش وين تروح. هو ما طلقهاش، بصح عاود عليها الزواج. كان في عمري 15 سنة ذاك الوقت، كنت نقرا في المتوسط، نشفالو مليح ذاك النهار كي اليوم. بابا زهات له الدنيا وفتح عليه ربي من واسع فضله، ولا نجار كبير في الولاية، ويجوا ليه من كل بلاصة ويخدموا عنده. واول حاجه دارها بعد ما رزقوا رب العالمين جاب امراه على يما في عمرها 25 سنه، ما سكنهاش معانا، شرى لها دار ابارتمون، دار عشات الحلال في الدار عندنا ويما تشوف. زعما شاورها قبل ما يتزوج، قالها شوفي يا مخلوقه، تحبي تقعدي راكي هنا مع يما كي بكري كي درك، تحبي طلاق ما كاش مشكل. على بالو ما عندهاش وين تروح، شدها من يدها اللي توجعها، وبطبيعة الحال هي رضات وقعدت قالت نربي بنياتي ويكبروا في وسط ماليهم. بكيت يومها، بكيت حتى طاحت تغاشات. واحد فيهم ما شفع فيها غير انا واختي، رفدناها وحطيناها في بيتها وبتنا في عبونها ليل كامل. راح بابا لدارو وولينا نشوفوه كي هلال العيد، يجينا حسنا في سنة. دي فوا انا واختي ما نشوفوهش، نكونوا في ليكول نقراو، يطلع على جدي وجده يعطيهم المصروف تاع الماكله والقضيان ويروح. ما زادش بيت عندنا، خلاص ادات ومرته جديده، وقعدنا على هذا الحال عايشين في دار جدي. خطبوا عمتي الصغيره وتزوجت، وكي العاده فات العرس كامل على ظهر يما، كل شي دارته وحدها. نساع مومي كانوا مدبلين مع ولادهم بطايون، وعمتي المتزوجات يجوا غير في الويكاند، ولادهم يقراو، والعرس كان في وقت الدراسة في الشتاء. كانت كي تغيظني يما ونروح نعاونها انا واختي ما تحبش، تقول لنا نتهاو في قرايتكم، اقراو يا بنياتي، اقراو ونجحوا نحوا عليا الهنا. حنا كنا متفوقين والحمد لله. كنت حابه نكون محاميه، واختي حابه تكون استاذه لغه عربيه، وميمتنا تشوف فينا وتقول غدوه العيد. فاتوا الايام وفاتوا العوام، وكثر الهمج والغاشي في الدار. عمومي كبروا ولادهم لابد يتسعوا، الضيق عليهم، حتى جده مرضت وما عادتش تحمل الحس. يا جدي باع الارض اللي عنده وعطى لكل واحد نصيبه وخرجوا بديورهم، وقعدنا غير احنا معاه. يما رفدتهم على كفوف الراحه، ونهار ما قالتش عييت، دوش لهم كي الذري صغير وتحط لهم سنيوه الماكله في حجورهم. مره يما وهي تحني الجده في شعرها شدت لها يدها وقعدت تبوس فيها، ويما تنحي في يدها حاشا يا يما حاشا، وتقولها السمحي لي غبنتك ظلمتك، السمحي لي خرجتي لي خير من البنيه. ايه الدنيا دواره، ويا سعدك يا فاعل الخير ويا ويحك يا فاعل الشر. بابا زيدت مرته وجابت طفله، وموراها جابت الطفل وسماها على نسيبو يوسف. ما قلت لكمش مرت بابا هي خت شريك بابا، زيتنا في دقيقنا.
من فرحته بابا ذبح زوج كباش ودار الوعدة عندنا في الدار، ويما هي اللي وقفت له عليها، وجاب مرته باتت عندنا 3 ايام ومن بعد راح. ما كانش شهر بعدها بابا في خدمته طاح، وجات لومبيلونس داتو للسبيطار، دخلوه قباله للبلوك، داروا له عمليه مستعجله، جاتو ازمه قلبيه وشدوه في السبيطار اكثر من شهر، كانت حالته معقده. مرته كانت نافسه ما كاش 40 يوم، وزيد وليدها صغير ترضعوا، قعدت معاه يما قاعد مالات حتى برا، كانت دايما تبكي عليه وتدعي ربي يشفيه ويخليه لوليداته. وكي خرج جابته للدار وقامت بيه حتى وقف على رجليه. بابا كي شاف الموت بعينيه وصل لعينها تكاكا مع عمره، ورجع يعدل بين نساه، ورجع يجي عند يما وطلب منها السماح على الشي اللي داروا فيها. فرحة فرحة ما تتصوروهاش، ونسات كامل اللي جاز عليها واللي صار وسمحت البابا. وفرحتنا حنا كانت تكبر كي شفناهم ملمومين. باع بابا البارتما وبنى بنيان كبير، دار لاتولي من تحت، وسكننا كل واحد في ايطاج، مرته وحنايا، وجبنا جدي وجده معانا. ما قدرتش يما تسمح فيهم حتى دفنتهم، ربي يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين. اما انا واختي فالحمد لله قرينا ونجحنا وسوتنينا وتحقق حلمنا، وتخرجت محاميه، واختي استاذه لغه عربيه، وفرحنا ميمتنا وتزوجنا ودارنا بابا عراس، كامل الناس حكيت عليهم، والقاطو جانا واجد ومنضالي. حاليا كل وحده في دارها وبوليداتها والحمد لله، ويما ومرت بابا متفاهمين، وخوتي من بابا يموتوا عليها. وهذه حكايه ميمتي الحنانه، وميمتي بت الاصل وبت الناس، وما غلطش اللي قال الصابر ينال. حبيتها تسمعها من قناه حكايات كتكريم ليها، وتقرا تعليقاتكم فما تبخلوهاش. كانت هذه حكايتنا لنهار اليوم حبايبي الزينين، ما تنسونيش بالجيم تعليقاتكم، نتلاقاو في قصص اخرى، في الامان.